قرار جديد من البنك المركزي بخفض أسعار الفايدة بواقع 100 نقطة أساس بعد اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية النهاردة، وده بيحصل للشهر الثاني على التوالي بعد قرار اللجنة في أواخر أغسطس خفض سعر الفايدة 200 نقطة أساس. وبحسب قرار البنك المركزي فهتكون أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة 21% و22% على الترتيب، و21.50% في سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. كمان هيتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس علشان يوصل ل 21.50%، في الوقت اللي البنك اعتبر فيه القرار ده انعكاس لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته في الفترة الجاية. وفي وقت سابق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إن معدلات التضخم في مصر تراجعت علشان تسجل 12% وفقاً لأحدث الإحصائيات، واعتبر إن ده مؤشر لنجاح السياسات الاقتصادية والمالية اللي بتنفذها الدولة.